إلى جانب التظاهرات اليومية وتبنى. شو يعني عصيان مدني؟ هلأ كل بلد تتكون من 3 شغلات: نظام وشعب وأرض. الأرض للشعب، وشغلة النظام من اسمه ينظم توزيع الأرض على الشعب. يعني أهم شي بأي بلد هو الشعب. ليش؟ لأن الشعب بيقدر يدبر حاله من غير نظام، بس النظام ما له أي معنى إذا ما كان عنده شعب يحكمه. هي شغلة تانية إنه النظام بياخد كتير من قوته المادية وكل قوته المعنوية من الشعب. يعني إذا الشعب ما اقتنع فيه وما أصلا اعترف فيه، النظام صار على الفاضي. طيب، فلنفرض إنه النظام عم ساوي شي غلط، بالتالي الشعب لازم يكون واعي وما يرد عليه، لأن الشعب هو اللي بيقرر الصح والغلط مو النظام، لأنه البلد بالأخير إله. ومعنى إنه ما لازم يرد على النظام يعني لازم يعصيه. لما النظام يبدأ يلف ويدور، الشعب لازم يعصيه بالشغلتين اللي بيعتمد عليهم النظام، اللي هن القوة المادية والقوة المعنوية. هلا القوة المادية هي المصاري وخيرات البلد وأماكن شغل الموظفين، والقوة المعنوية اللي كتير بيركن عليها النظام هي الخوف منه والحاجة إله والاعتراف فيه والاحترام. يعني إذا الشعب اكتشف بيوم من الأيام إنه ما عاد بحاجة للنظام ولا عاد خايف منه وبده يخلص منه، النظام صار على الفاضي وما له أي قيمة. هون بنوصل للعصيان المدني وفكرته الرئيسية. شلون حنبني عليها وشلون حنساويها حنشوف بالحلقة الجاية.